دابا قول لي واش هاد واش نحيدهم ناكلهم ولا لا؟ جاو حدايا راه شهاوني يا صاحبي. بصحة وراحة خذ لي بغيتي. ها خذ لي بغيتي. لا والله لا شهاني هاد الشيء واعر. شوف مشماش تبارك الله ما شاء الله. وراه الخوخ اصاحبي انت كتقول مشماش مالك تلفتي شفتي الخوخ وتلفتي داك الشيء. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ ناشطين شي شويه؟ اللهم صل وسلم على الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. قبل ما نبدا الفيديو بغيتكم عافاك تشوفوا هاد القيطات هادو وركزوا مزيان على الملامح وعلى التعابير ديال الوجه. لما كاين الحوار ما بين هاد جوج الاشخاص شوفوا مزيان الملامح ديالهم، ونرجع لكم ان شاء الله بحول الله من بعد هاد اللقطه هادي. هذه حياته دايزه، وكاين اللي بغى يقول عمرك ما غترضي الانسان، الله مرضي النفس ديالك، لان الا بقيتي تقول هذا غادي يقول، هذا غيشوف فيا ناقص، هذا غير ما ديرش حاجات الحرام وما تغضبش الله وما تضرش خوك المسلم. اما الا درتي شي حاجه ورضيتي بها النفس ديالك ولا فرحتي دارك ولا وليداتك ولا درتي شي حاجه لنفسك ماشي مشكل، ما كاينش اللي غيعاتبك عليها. خلي دابا نشطب هادشي كامل غنشطب. لا باش نبغي وكما تنقولوا اخوتي دائما ان الحمد لله هذا المحتوى اللي تنديروا فيه يدوز رسائل زوينه الحمد لله ما بين الاسر وما بين الازواج، وبان خصنا نكونوا ديما متضامنين مع بعضياتنا، ديما يكون عندنا حسن نيه في بعضياتنا في الازمات، واحد ما يخلي الاخر. وهادشي اللي كاين اخوتي، راه الحمد لله راه كاين رسائل واضحه وباينه الحمد لله، وهذا هو المضمون ديالنا. تنتمناو الاسر كاملين ما يبقى لا غضب لا حتى شي حاجه ويكون الانسان متسامح، لان كما تيقول دائما عبد السلام الدنيا فايته باش ما كان. هذه غير رحله وغادي ندوزوها، ورحله قصيره بزاف اخوتي. راه تشوف الناس اللي كانوا حدانا بزاف مشاو، الناس اللي كانوا عايشين معانا وما بقيناش شناهم، شحال دوزوا في الحياه ديالهم. زعما مده قصيره ما صافي ذاك الانسان صافي تيتنسى شنو دا معاه غير الافعال ديالو والاعمال شنو دار. هادشي اللي كاين اخوتي، والحمد لله على اي واحد مشى وخلى الصوره ديالو نقيه وسط العائله وسط الحباب ديالو. وبغيت من هاد حيت نهضروا دابا على هادشي هذا ديال كيفاش انت تعاملتي معايا وكيفاش تبغي دائما تكبري بيا دائما اخوتي. تشوفني منبوش لا دايره ما سهلاش هادي. نفرح كيما شاركنا معاكم كيما تنقولوا الزوينه والحلوه، واي حاجه نتوما تتسولونا اخوتي على الطوموبيل، تتسولونا في الوصلات، ضروري نجاوبوكم اخوتي، وان شاء الله غادي نمشيو نجيبوها انا وعبد السلام. المهم نساليو شغالنا وداك الشيء بما صايبوها لنا هما. واخا نقول مصاوبوها لنا حيت في البارك نكون مشينا نجيبوها انا وياك، واخا تصوبات تبقى تما حتى ان شاء الله غزلان نويو ان شاء الله. دابا فرحتيني يا البلانش كان ديالو يا البلانشي حيدي عليا صافي تهنى دابا. صافي دابا الصوصي ديال الطوموبيل راه هاني دابا. الله يخليك الله يخليك لي الله يخليك لي الله يشافيك لينا يا ربي ويخليك ضوء عويناتك. هذا هو اللي تنطلبوا من عند الله، شافي كل مريض يا ربي امين. دابا طلبي ما تريدي طلبي دابا طلبي ما تريدي قالك غنطلب طلبي دابا. اي الله يخليك بصحيحتك. كل واحد وكيفاش شاف هذا الفيديو، كل واحد اش من نظره عنده، يعني هنا كتختلف الاراء. كاين اللي غيشوف غيقول غزلان متحكمه في عبد السلام، وكاين اللي يقول عبد السلام في شكل، وكاين اللي غيقول شوف كيفاش متوالمين بيناتهم. وانا نقول لكم واحد السر اللي هو خطير، نقول لكم واحد الكلام وثيقوا بهذا الكلام اللي نقول لكم. شتي غزلان سحرات عبد السلام، والسحر اللي هو خطير، واحد السحر خطير. انا ما مشيت عند شي واحد يسحر ولا مشيت شي سحاره، وهي براسها. خيلوا معايا الحباب، الانسان فاش كيتزوج في الاول كيفاش كتسحر المراه. حقاش الراجل ملي كيتزوج المراه في الاول كتقول له المراه في الاول، راكم عارفين ملي كيتزوجوا عاد اول مره كتقول له يلاه نمشيو نخرجوا نتقداو، لان ضروري ما كيخرجوا بجوج، ملي تيكونوا يلاه تزوجوا كيخرجوا بجوج، ما كيخرجش الراجل بوحدو والمراه بوحدها، كيخرجوا بجوج، كيمشيو يتقداو بجوج. تيقول لها شوفي شنو بغيتي، كتاخذ هي مثلا الخضيره، تختار مطيشه، تختار بصله، تختار بطاطا، تمشي للمحل الحانوت تجيب هذه تجيب هذه.
في ديك اللحظه فاش كيكونوا كيشريو كتقولوا لا ما ناخذوش هذه غتقام علينا غاليه، هذه غتقام رخيصه، وهذه وغادا من هنا. الراجل شنو كيدير في ديك اللحظه؟ تيبدا يحظي الحركات ديال المراه ديالو اشنو كدير. لكن من خلال ديك الدراسه ديالو مع الخرجه ديال المراه ديالو، هذه خرجوا بالنسبه للتقضيه ديال الدار. دابا غيخرجوا للشارع، كيشوفها كتقول له ناخذوا هذه نديروها للكوزينه، هذه نفرشوها، هذه نديروا كذا. ما كتقولوش عافاك شري لي قرميطه ديال الذهب، شري لي الخاتم، شري لي الساعه، شري لي السنسله. ما كتقولهاش له، كتفكر غير الحوايج ديال الدار. هنا كتبان المراه باللي باغا تكون الدار ديالها. هنا الراجل شنو كيوقع له؟ كيتسحر، تيقول وليني مراه خديت، امراه ونص، ماشي مراه، امراه ونص. يعني هنا هذا هو السحر الكبير. هنا الراجل كيولي تيق في مراته. شتي الفلوس ديالو كلهم كيعطيهم ليها. شتي على السحر مش حال صعيب. واش قضات عليه ولا ما قضاتش عليه؟ شتي كيولى السي عبد السلامه كيبابي. يعني هنا شداتو. علاش؟ عارفه كيفاش تعيش. اش قلت لكم؟ مرا ونص. هنا ما غيبقاش هو يتحمل المسؤوليه ديال المصروف، كتولي هي اللي غادا تصرف. منين هي غادي تصرف؟ اش غادي ندير انا بالفلوس؟ انا نعطيهم ليها هي تعرف احسن مني، هي اللي عارفه شنو خاص للدار وهي شنو. يعني كتفكر للدار ديالها والوليدات ديالها والراجلها، وكتفكر راجلها كتبغي تقتصد عليه. ما هذاش تضيعوا نشري هاد المضماله ونشري هاد الكسوه. هنا المشكل فين كاين؟ الراجل ما كيبقاش يبغي يجيب الكادو لمراته. بحال السي عبد السلام راه ما يجيبش الكادو لمراته، حقاش ما عندوش الفلوس. منين يجيب لها الكادو؟ راه هي اللي غتجيب الكادو لراسها. راه اللي بغات تاخذو وتستاهل اكثر من الكادو، ماشي غير كادو، 10 د الكادويات. علاش؟ لان هذه تنقول لكم راها مرا ونص. واش هذه غتحتاج عاد الراجل يجيب لها كادو؟ راه هي اللي غتجيب كادو لراسها، ودا غتولي هي اللي تكسي راجلها، وهي اللي غتجيب الكادو لراجلها. ولكن هذا هو الزواج النقي، وهذا هو الزواج النظيف. هذا هضرت من الجانب ديال السحر. ماشي كيفاش سحرات راجلها، السحر اللي هو صعيب تيولي غير يبابي. شتي السي عبد السلام كيولي كيبابي. كاين واحد الاحترام المتبادل، ما كتقندش هي معاه وهو ما كيتقندش معاها. شتي تيولي هذا هو الزواج ديال الولف. خلينا من زواج الحب، حنا كنشوفوا على الزواج ديال الولف. هذا صعيب، هذا الزواج ديال الولف صعيب. تيولي واحد موالف مع واحد، هي مولفاه وهو مولفها، ما يتفرقوش. هاد الجوج ما كيتفرقوش، كتلقاهم دائما منسجمين في كل حاجه. ودائما هو منين يبغي يدير شي حاجه كيمشي كيتشاور معاها، وهي منين تبغي دير شي حاجه كتشاور معاه، وكيتشاوروا بيناتهم. وهذا الولف صعيب، والفرق بيناتهم صعيب باش تفرق بيناتهم. هذا هو الزواج اللي تيكون زواج صالح. ندوزو لشوف اخرى اللي شاف البعض منكم كيفاش شاف. شنو شاف؟ شاف الملامح، كيفاش كيهضروا بيناتهم. لما كانوا كيهضروا وقالوا بلي الدنيا ما دايماش فعلا. علاش قلت لكم الولف صعيب؟ شو مساكن كيضحكوا بيناتهم، الله يكمل لهم بالخير والله يزيد لهم الخير في الخير. هادو هما الناس اللي يستاهلوا، هادو هما الناس اللي كيعطيو العبره لبعض الناس اللي ما عارفينش يعيشوا الحياه ديالهم الزوجيه. علاش قلت لكم هذه الفكره؟ خيلوا معايا تعليق مكتوب فيه الديوتي. علاش ديوتي؟ لحقاش كيعطيو واحد الصوره زوينه ما بين جوج الناس مزوجين. كيعطيو الناس كيفاش يعيشوا، وكيعطيو الناس كيفاش تكون واحد العلاقه اللي هي زوينه نقيه، اللي مبنيه على الصح والمعقول، اللي ماشي علاقه ديال المصلحه، وانما واحد العلاقه اللي هي نظيفه، وباش الازواج بيناتهم حتى هما يديروا بحالهم. هذه ماشي عبره باش يجي واحد يكتب لهم الديوتي. علاش كيقول لهم الديوتي؟ نشرح لكم علاش. لحقاش هو هذا الشخص هذا مريض، ما عندوش مرة بحال هاد السيدة هادي. هو كيشد مراته وكيدقها عصا
ويدخلها للدار ويمشي هو يدور مع راسو، فهمتي؟ ما كيخليهاش تنفتح على الناس. عنده مرأة ما كتشبهش لهاد السيدة هذه، هي ربما مراته ما عرف كيفاش دايره وكيبدا يضربها، ما ديريش كوا، ما تخرجيش لحقاش ما تيقش فيها، ما كايناش واحد الثقه بيناتهم. هذاك الشيء علاش تيقول الديوتي. اما ملي كيلقى واحد تيقف مراته ومراه صالحه وكيخليها هي اللي تصرف وهي اللي تقضي الشغل لان مراه صالحه، تيقول ليه انت ديوتي. علاش ديوتي؟ حقاش خليتها هي اللي تصرف، حقاش هي اللي قايمه بالشغل وهي اللي كتسوق، لان المراه راها مدرسه، المراه راها استاذه، المراه راها مربيه، المراه راها حاشا واش يكون ديوتي. هذا هو الانسان الصالح وهذه هي المراه الصالحه. اول حاجه خليتي واحد الطبعه مطبوعه، عيرتي السيد وانت ما كتعرفش شنو هي العلاقه بيناتهم، وغتبقى محسوبه عليك غدا يوم القيامه وغتحاسب عليها على هذه الكلمه اللي قلتي ديال ديوتي. نعطيكم مثلا فاطمه الله يرحمها، هذه هي العلاقه اللي كانت بيني وبينها، كان واحد الاحترام بيناتنا متبادلين، وكنا انا وياها متوالفين. ما كانش عندنا الزواج ديال الحب، وانما كان عندنا الزواج ديال الولف، والزواج ديال الولف هو اللي صعيب. كنا وياها متفاهمين على كل حاجه. انا بنفسي ما عمر شي ريال كانت كتكون في جيبي، كنت كنعطيها الفلوس كامله، وهي كنطلب منها تنقول لها عافاك عطيني باش ندير مازوط، المرض هي اللي تديني للطبيب، الكسوه هي اللي تكسيني، هي اللي غادا جراني بحال شي دري صغير غادا باش تديني تكسيني. انا كاع ما كنديها في راسي، كانت هي اللي كتكلف بيا في كل حاجه. هذه هي تنقولها المراه الصالحه، ما كتفكرش في نفسها وانما كتفكر في الدار ديالها كامله، لا من الولاد ولا من الراجل ولا من لي زاكسيسوار ديال الدار. علاش ما ناخذوش هاد العيالات هما العبره؟ علاش ما ناخذوش الرجال بحال هكا هما العبره؟ ماشي راجل اللي خارج للزنقه حديقه القهاوي والسكره حتى الليل ويجي ويدخل ما عرفاش من وقيته ويبدا يضرب لا الوليدات ديالو ولا المراه ديالو ويصدع حتى الجيران. هادو هما اللي تعجبوكم، هادو ما تيبانوا لكم نتوما رجال، تيبانوا لكمش ديوتيين. هذه هي الديوتيه عندكم نتوما. الله يرحمك فاطمه والله يوسع عليك. لما قال غزلان وعبد السلام باللي الدنيا قصيره، فعلا الدنيا قصيره، خص الانسان مع حد باقي نحيين بجوج يكون واحد الحياه بيناتهم زوينه وواحد الاحترام ما بين الزوج والزوجه، هذيك هي الحياه. احسن من كل حاجه، ولا احسن من كل حاجه. ندوزو لواحد النقطه اخرى. ملي كتلقى المراه كتقاتل، الا لاحظتوا غزلان كتقاتل، هي اللي كتصور وهي اللي كدير المونتاج. علاش؟ لما داير هادشي داير لدارها باش تعاون راسها. وهذا التعليق هذا شوفوا فيه مزيان. هذا التعليق اللي مكتوب فيه والله لا حرام مز جهتكم، زعما من جهتكم في المغرب بينتو قصر ماشي دار. قصر ماشي دار. هذاك القصر اللي ماشي دار، هذاك التبنى فاش كان السي عبد السلام صحيح ولا لا غزلان صحيحه، قبل ما يمرض مسكين ضرب عليه تماره، مشى للخارج وبنى داك القصر. كون ما بناش تقولوا هذاك غاس القوط ما دار والو، ما دار حتى حاجه في حياته، ولكن مساك لما داروا هذاك الشيء وصلوا لديك الدرجه وبناو ديك الدار الله يكمل عليهم بالخير، وباقى مساكن باقي ما داروا ليه حتى المرطوب. حنا جاتهم مع المرض صافي هما يحبسوا، ما داروا حتى المرطوب. وحسدتهم على هذه القضيه هذه. الله يعطي الخير لكل واحد، قولوا امين. الله يعطي الخير لكل واحد كلكم. قال لكم ما غاديش تعيشوا فيها وكتبقى مسدوده في فرنسا، وفي فرنسا عايشين في حك ديال السردين. الله الله الله. كيصحابكم نتوما القصر هو السعاده، واخا يكونوا عايشين في القصر راه المشاكل كتكون. راه قلت لكم باللي السعاده راه ماشي في الدار ولا في اللبس ولا لا. السعاده كاين اللي عايشها في براكه وعايش سعيد مع راسه. والله شوف غير براكه وكيحس الانسان بواحد السعاده احسن من القصر.
والله العظيم شتي غير هذيك السردين وبخير ياك ضاحكين ناشطين مع وليداتهم الحمد لله. واخا راه كاين الناس اللي عايشين مساكن في دار وزوينه وفي قصر وهذاك الشيء ولكن ما حاسينش بالسعاده، غير المشاكل. والله علاش قال لك تكلم اقول لك من انت، غير تكلم ونقول لك شكون انت. هنا من خلال التعليق راه باين. المهم ماشي مشكل. واش كيصحاب لكم راسكم مخيمين، راكم عايشين في الغربه، راه الطرف كبير من عمركم كيمشي في الغربه، علاش ما تشريوش في فرنسا وعاد تبنيو في المغرب؟ كل واحد حر مع راسه. هما باغيين يعيشوا في المغرب، بغاو يبنيو دار في المغرب. هذيك الدار اللي دايرينها في المغرب ماشي اي واحد بنى دار غيعيش فيها، راه حنا كنقولوا هاد الدار هذه كنبنيوها كصدقه جاريه اللي جا غيسكن فيها. مثلا بنيت الدار غنسكن فيها انا ولا غيسكنوا فيها وليداتي او لا الورثه، راه صدقه جاريه. اللي يسكن فيها غيقول الله يرحم لي بنى هاد الدار. مالا حنا ما دايمينش فيها، راه اللي باين لنا اللي دايم لنا هي الدار الابديه اللي هو راكم عارفين من بعد الممات. هذيك هي الدار الابديه، هذيك هي القصر ديالنا ولا هذيك هي البركه ديالنا. الانسان يفكر ديك الدار اللي جايه ماشي هاد الدار اللي في الحياه. قال لك فين عايشين ولادكم، وسمحوا لي على هذا التعليق حيت بقيتوا فيا. الله اكبر على القلب الحنين. وكنتمنى من كل الناس اللي عايشين في الغربه يبدلوا هذه العقليه. الله واش تي السي عبد السلام انت ولا لا غيزل ما كتعرفوش تعيشوا. شتي هو شنقول الله يشافي اللي مريض، الله يشافيه. والله الله يشافي اللي مريض. كتدخلوا في خصوصيه الناس بطريقه اللي كتجرح. ممكن نكتب التعليق، هذا التعليق بالذات نكتبه بواحد الصيغه اخرى اللي هي زوينه اللي ما تجرحش، بواحد سميتو برافو عليكم الله يعطيكم الصحه، غير فكروا شويه في الدار كذا ولا شريوا الدار كذا، غير بطريقه لبقه. فهمتي؟ ماشي بادي والله لا حرام من جهتكم وعايشين في واش هذا الاسلوب، واش هذه العقليه ولا هذه. راه شوف راه مساكن عايشين السعاده ديالهم وعايشين بخير، كيشاركوا معكم كيفاش بغاو يعيشوا. خسرت لهم الطوموبيل لو كتطلبوا باش تجيبوا الطوموبيل، راه شد العقليه هذه. راه مساكن نهار خسرت لهم الطوموبيل راه بينوا راه خسرت لهم الطوموبيل، وكيبقاو يسولوهم الناس يقولوا لهم فين وصلت الطوموبيل، واش جبتوه ولا مازال؟ قالوا لهم اودي راه باقي ما جبناش. شنو نهار جات لهم الفاكتور قال لهم جات لا فاكتور، ماشي قاصدين بها شي حاجه، راه حشومه كاع ما يفكروش هما كاع فيها باش يساعدوهم الناس، والله ما يفكروا فيها. ولكن ربي كبير. والله الحباب ديالي شوف الله يحفظ الجميع، وراك واحد تعبر على عقليته من خلال الكلام ديالو ولا من خلال التعليق ديالو. راه ما السي عبد السلام ما باغيش يجاوبكم. الا شتي واحد شتي مساكن، الا شفتوا هاد اللقطات اللي وريت لكم، شتي في الاخر راه مسكين بكى. اللي ذكي وتفرج مزيان في الفيديو غتبان له اللقطه كيفاش تقطعت وكيفاش كان كيدور راسو تما، راه كان مزير مسكين ما قدرش قدام الكاميرا، ولكن رغم ذلك الكاميرا شاعله وبكى مسكين، بكى وحيدوا هذيك اللقطه باش تعرفوا انسان حنين ومسكين اللي كتعطيوه القلب واخا ما كتعرفوش وما جلستوش معاه باش تشوفوا الشخصيه ديالو. والله لا فيه واحد الطبع ما كنبغيش نجاوب الناس اللي كيعيروني، تنقول الله يشافيهم. اللي كيعيرني كنخليه منه الله والله يهديه، وتنقول الله يشافيه. انا غير بغيت ندير هذا نجاوب في بلاصتو، لان علاش بقى فيا مسكين لا هو لا الزوجه ديالو. وبغيت في نفس الوقت هذه رساله باش الانسان يفيق وما يديرش شي اغلاط اللي غتبقى محسوبه عليه حتى لغدا يوم القيامه. ملي غتعير ذاك المعيور وداك الانسان ما كتعرفوش وداك الشخص ما كتعرفوش، راه غيبقى محسوب عليكم. والله يرحمك فاطمه اللي مسكينه كانت دائما شابعه معيور من الناس، من بعض الناس ماشي من المشاهدين. انتم المشاهدين انتم الحباب انتم غاليين، هادو غير بعض الدخلاء اللي كنقولها دائما. وسمحوا لي على هذا الفيديو، وسمحوا لي لا طولت عليكم،
وماشي من طبعي باش ندير هذا النوع ديال الفيديوهات، وهذا كان استفسار بقات فيا حرقه وبغيت نقولها، وماشي في خبر السي عبد السلام ولا غزلان. وسمحوا لي بدون استشاره منكم درت هذا الفيديو، وسمحوا لي وربي شاهد عليا والله ما استشرت معاهم ولا قلت لهم غادي ندير هذا الفيديو باش ما تقولوش راه متفق معاهم ولا هما اللي قالوا له، وانما بقى فيا الحال. السلام عليكم، الله يعاونكم، وكنتمنى لكم كل السعاده كاملين. خليوا عليكم غزلان وعبد السلام يعيشوا حياتهم، وراهم كيعطيو واحد العبره اللي هي زوينه للحياه. خليوها تكون قدوه لبعض الازواج اللي مساكن تا هما. كاين بعض الزوجات اللي بغاو ازواج بحال السي عبد السلام، وكاين بعض اللي باغين زوجه بحال لاله غزلان. ايوا غنقول لكم خليت لكم السعاده، الله يعاونكم. واسمحوا لي كما قلت لكم ماشي هذا اسلوبي، وانما بقى فيا الحال وبغيت نهضر في هذا الموضوع بهذه الطريقه. السلام عليكم.